لا، دي كوسة بقى. ما هي كوسة. الجملة دي ارتبطت بالواسطة والمحسوبية، أو أي حد بيتعمل له استثناء ما يستحقهوش. طب اشمعنى الكوسة؟ ليه مش أي خضار تاني؟ يعني مثلا نقول ده خيار بقى، أو ما هو بتنجان، أو مثلا ده الجزر ده هو اللي مضيعنا. اتقل بقى يا سيدي الفاضل، وأنا هحكي لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. الحكاية بدأت لما كان الفاطميين بيحكموا مصر في الوقت ده، وكانوا بيسكنوا داخل أسوار القاهرة الفاطمية. وكان بياعين الخضار بيروحوا المدينة قبل الفجر علشان يدخلوا السوق قبل الناس ما تصحى ويبيعوا الخضار بتاعهم. وكانوا بيقفوا في طابور طويل على باب المدينة عشان كل واحد يوزن الخضار اللي معاه قبل ما يبيعه، وعلى حسب الوزن ونوع الخضار اللي معاه يدفع الضرايب اللي عليه. وكان الطابور طويل جدا والنظام صارم، محدش يقدر يدخل قبل الدور ما يجي عليه، ما عدا بقى بياعين الكوسة. ده أول ما يجي يدخل على طول. طب اشمعنى الكوسة اللي ليها استثناء عن بقية الخضار؟ أنا أقول لك، علشان الكوسة زي ما بيقولوا روحها قصيرة وبتبوظ على طول، فلو استنى في الطابور عبال ما يجي دوره هتكون الكوسة باظت من الشمس والحر. ولما البياعين التانيين يعترضوا ان هو دخل الاول، كان اللي واقف على الباب يقول لهم دي كوسة فيسكتوا. ومن هنا جه ارتباط الكوسة بالواسطة والمحسوبية. وبقى اي واحد يتعمل له استثناء ما يستحقهوش نقول عليه ما هي كوسة بقى. سلام.